بعتني ليكي. انا ربنا والله ربنا اللي بعتني ليكي. هو بصي وربنا بيرزقنا من بعض. كنت بسألك، انا مش من مصر، جاي بتفسح في مصر، جاي من هولندا، وكنت هنا بتغدى مع ناس صحابي، وحد خد لي الفلوس بتاعتي والتليفون بتاعي وكل حاجه. فانا مش ساكن في المنطقه في البلد دي، فهنا انا ساكن في القاهره عند ميدان التحرير كده. فكنت بستأذنك لو تقدري يعني تساعديني بأي حاجة، اخد مواصلة تروحني الفندق بتاعي، لأن ما عنديش أي فلوس. حد خد لي الحاجات بتاعتي كلها، فلوسي وتليفوني وكل حاجة. تقريبا المواصلات. صلاح اقعد يا حاج، اقعد، عايز اتكلم معاك كلمتين. انت طلعت لي من جيبك فلوس 10 جنيه وانت ما تعرفنيش، وعاوز تديني اللي في جيبي. ايه يا حبيبي ايه يعني؟ وانت رضيتيني وانت ما تعرفنيش، ما انا هرضيكي عشان هو ربنا برضه اللي بعتني لك انت. الله يخليك. ربنا هو اللي ساقني اجي كده عليك واتكلم معاك. انا معايا احمد زيك وشعبان، وانا كمان اسمي احمد، وانا معايا احمد زيك وانت مش وش بهدله ولا وش اي حاجه انك تتكلم. لا انت عايزه ترضيني وانت ما تعرفنيش، انا هرضيكي. حبيبي هو ربنا اللي بعتني ليكي. ربنا والله ربنا اللي بعتني ليكي. هو بصي وربنا بيرزقنا من بعض. مش انت قلت لي انا ما اعرفكش وانت مثلا لا ما انت ما تعرفتنيش وطلعت لي احمد زيك وطلعت لي اللي في جيبك. ابني سافر برضه ايطاليا قبل كده ما حصلش نصيب. ما انت ما تعرفنيش وساعدتيني. فهو رزقك هو ربنا بعتني ليكي.